لا. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله عز وجل أيها الأحبة الذي أخرجنا من بيوتنا وأتى بنا إلى بيت من بيوته أن يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا عيوبنا ويشرح صدورنا ويجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه، اللهم آمين اللهم آمين. أيها الأحبة، وأنتم جلوس الآن في بيت من؟ في بيت من تجلسون؟ في بيت فاطر السماوات والأرض. أنتم جلوس الآن في بيت علام الغيوب، لكم بشائر، وهذه البشائر من محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الآن جالس في بيت الله عز وجل، تستغفر لك الملائكة. أتيت بيت الله عز وجل وجلست في المسجد قبل الإقامة تقرأ القرآن أو ترفع يديك تدعو، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يكتب لك أجر الرباط في سبيل الله عز وجل، يكتب لك أجر الرباط في سبيل الله عز وجل. انظر إلى هذه الأجور، يكتب لك أجر أنك تصلي وأنت جالس في مصلاك ما لم تحدث. أتيت إلى بيت الله عز وجل، كم خطوة، كم حسنة، كم سيئة قد حطت، فأبشر بالخير. فأنت أتيت إلى بيت أرحم الراحمين، والذي أتى بك لا يردك خائبا. الذي أدخلك بيته اختارك من بين أناس كثر، ربما بعضهم بيته بجوار المسجد ولا يأتي إلى بيت الله. أنت اختارك الله تدخل بيته، قل الحمد لله. نعمة عظيمة، ونعمة عظيمة اختارك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجعلك تعبد قبر من دون الله، لم يجعلك تعبد جردي. في بعض البلدان يعبدون الجراد من دون الله. قل الحمد لله، اختارك أنت بين الملايين أن تركع وتسجد بين يديه سبحانه. فلا تقنط من رحمته ولا تيأس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن ربي على صراط مستقيم. اقترب إليه. إذا ما وجدت وظيفة، إذا فقرت، إذا قدر الله الحمد لله ما دمت موحد، ما دمت مصلي، ما دمت تاليا للقرآن، قل الحمد لله رب العالمين. كلكم تذكرون من؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انظروا يا إخوان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخيرة فيما يختار الله سبحانه، الخيرة فيما يختار الله. إبراهيم يدعو الله عز وجل أن يأتيه الولد وعمره فوق 80، ولكنه يعلم بأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأتاه الولد. كل أب يفرح بالمولود، وفي هذا العمر انظر إلى الفرحة. فيأتي الأمر الإلهي أن يأخذ هذا الطفل الرضيع وهذه المرأة الزوجة هاجر إلى أين؟ إلى ذلك الوادي. الزوجة المطيعة تعرف بأن باب من أبواب الجنة طاعة الزوج، فذهبت مع زوجها إلى ذلك الوادي. تخيل وادي ما في أحد، لا بشر لا إنس لا جن، وادي القرآن غير ذي زرع، ويتركها في هذا الوادي. دائما أبغاك تذكر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وجعل هذه الزوجة في هذا الوادي وهذا الرضيع معها وشيء من الطعام البسيط وذهب. فقالت الأم الزوجة: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تتركنا في هذا الوادي لا يوجد فيه أحد؟ ومشى ولحقت به بطفلها الصغير. تخيلوا يا إخواني، مكة جبال لا يوجد أحد، وتلحق: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يجب. قلب الأب يتقطع. فقالت: يا إبراهيم الله أمرك؟ وقف، التفت قال: نعم. قالت: اذهب لن يضيعنا. الله أكبر. الزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. انظر، ما رأى في وادي، اذهب لن يضيعنا. الزوج ذهب، ما رد كلمة واحدة، وخلف الجبل ويرفع يديه للذي رفع السماء بلا عمد سبحانه. ربنا في آخر سورة إبراهيم: ربنا إني، شوفوا دعاء الأب يا إخواني، شوفوا الأب، شوفوا الأب. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب إخواننا في سوريا يا رب العالمين. شوف دعاء الأب: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ماذا قال؟ ربنا إيش؟ ليقيموا الصلاة. الصلاة وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم في فراش الموت بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي هذه الأمة ويقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي فيها صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإبراهيم يدعو ليقيموا الصلاة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوف دعاء الأب. جلست المرأة، ذهب إلى الشام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتجلس الأم بهذا الرضيع، وإذا بالطفل ينفض الطعام بأمر الله، يتوقف الحليب بأمر الله. فبدأ الطفل يبكي، ما تدري ايش تسوي، لا في أحد. وين تروح؟ وين راحت؟ تركت الطفل، وين راحت؟ صعدت أي جبل؟ المروة ولا الصفا؟ الصفا. وليس الآن الحكومة جزاها الله خير مكيفات وبراد لا، وامرأة ضعيفة وطفل. تركت هذا الطفل وذهبت تصعد على الصفا لعلها تشوف أحد من الناس. ما رأت أحد. شفتوا الحكمة؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صعدت الصفا. إذا ذهبت إلى مكة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم عمرة يا رب العالمين، إذا ذهبت إلى مكة وصعدت الصفا تذكر تلك المرأة وقس المسافة، طفل صغير يبكي والأم على الصفا لعلها تنظر لأحد وتنزل، وحصى صخر جبال وتنزل في هذا الوادي حتى تصل إلى جبل المروة، لعلها تشوف أحد، تنظر أحد يمين يسار، ما في أحد. حكمة. 7 أشواط والطفل يبكي والأم تهرول. فوقفت على المروة متعبة وتسمع الصوت، ضربة جبريل عليه وعليه الصلاة والسلام تحت أقدام إسماعيل. فماذا قالت؟ صح. تقول نفسها صح، تبغى تسمع الصوت، وتنظر الماء يتدفق من تحت أقدام إسماعيل، وتأتي مسرعة الأم فرحة: زم يعني اجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لأصبح عينا معينا. يا إخوان أسألكم سؤال: ماذا قالت هاجر لزوجها
اذهب إيش؟ يا إخوان لن يضيعنا. أول فرحة طلع زمزم وبدأت تشرب، ويأتي جرهم يأتون من اليمن بأمر الله، يأتون بأمر الله ويستأذنون من هذه المرأة ويقول نعطيك أعطية من أجل أن نشرب، يستأذنون. وهذا المروءة عند أهل العرب والشيم. أتوا من اليمن، جعل الله عز وجل اليمن سعيدة كما كانت رب العالمين. أسأل الله في هذه الساعة أن ينصرهم ويثبتهم يا رب العالمين، وأعادها سعيدة كما كانت وأفضل مما كانت يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين. أصل العرب. أتى أهل اليمن جرهم يستأذنون امرأة ما عندها أحد، طفل رضيع، ويستأذنونها، فأذنت لهم بجعل يعطونها. أسأل أنا كل هذا عن قول الله والله يعلم. شوف الحكمة، إحنا ما ندري، لو بعد حرام حاط زوجته ما ندري شو الحكمة اللي يريدها الله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخوان، قالت كلمة عجيبة، قالت اذهب لن يضيعنا. هل ضيعها الله سبحانه وتعالى؟ سؤال يا إخوان أسألكم، ضيعها؟ ما ضيعها. قالت اذهب، ما ضيعها، أخرج لها زمزم وأتى بجرهم. بل يا إخوان الأمر العجيب، عندما تخرج أنت وأنا من البيت يا إخواني غدا، إذا ذهبت إلى العمل إلى المسجد ومعك أولادك، علمهم ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم عند خروجك من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول الملائكة: هديت ووقيت وكفيت. من ما يبغى هذا الشيء؟ الملائكة الكرام عندما تقول حديث محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقول الملائكة: هديت ووقيت وكفيت، ويتنحى عنك الشيطان. الله أكبر. الشيطان ما يقدر يروح معاك السيارة، ما يقدر يمشي معك الملائكة الكرام. فكيف لو صلى الفجر؟ الله يحفظنا وإياكم بحفظ رب العالمين. رجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون ركب سفينة، مجموعة راحت على سفينة في البحر، فيأتي الأمر الإلهي أن يتحرك البحر بأمر الله. البحر لا يتحرك إلا بأمر الله، المطر ما ينزل إلا بأمر الله، أنا وأنت ما نمشي إلا بأمر الله عز وجل. فتغرق السفينة ويغرق من فيها وينجو رجل، لكنه نجا في جزيرة ليس فيها أحد، والإنسان اجتماعي بطبعه، لم يجد أحد، يبحث يمين يبحث ما وجد، وبنى له كوخ صغير وبدأ يصطاد وعاش في هذا الكوخ، ولكن كل فترة يصعد على جبل لعله يشوف ينظر أحد يمر أو كذا، لا أحد. وفي يوم من الأيام وهو صاعد على الجبل وقد أشعل نار في الكوخ، وإذا بالكوخ الذي تعب عليه قد احترق، ويرفع يديه يقول: لماذا يا الله؟ لماذا يا الله؟ ويبدأ يبكي ويجعل رأسه في الأرض وهو يصيح: لما يا الله؟ فرفع رأسه وإذا بسفينة قادمة إليه، ونزل مسرع ويشير، ويتفاجأ عندما أصعدوه يسألونه: منذ متى أنت هنا؟ قال: أكثر من شهر، ولم يأتك أحد، لم يأتي. أنتم كيف أتيتم؟ قالوا: رأينا نار تخرج من هذه الجزيرة، دخان نار يخرج من هذه الجزيرة، قلنا ربما إنسان يستغيث. أليس هو بكى لأن النار أكلت الكوخ؟ ولكن انظروا ماذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخيرة فيما يختار الله سبحانه وتعالى. والله إنك تتعجب بعض الشباب إذا ما كان عنده وظيفة ولا عنده عمل ويبغى له جوال الفلاني ويبغى السيارة الفلانية، وش يسوي؟ إلا من رحم الله، يروح يسرق، يستعجل، يروح يسرق، يكذب، يغش، يخادع،
عشان يأتي بالفلوس وتصير عنده السيارة الفلانية واللبس الماركة. شو أسوي؟ أكذب، أغش، أسرق جوالات الناس، أكسر عشان أمشي. سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله ربما لو اشتغلت تغسل السيارات ب10 ريالات قد يغنيك الله سبحانه وتعالى. ولا تسرق، لا تستعجل، لا تستعجل. دائما اعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق بين العباد سبحانه، وأنت في بطن أمك، لكن لا تستعجل. اقترب دائما إليه وقل الخير فيما يختار الله. تتعجب بعض الناس عند الازدحام، السب والشتم واللعن، هذه تسخط وتذمر. ولكن لو قال سبحان الله والحمد لله وبدأ يذكر هذه النفس مع طاحونة الحياة الآن المادية، الآن صار بين الناس طاحونة الآن الحياة المادية، الآن حياة مادية، سب ولعن وشتم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، صلى الله على محمد. يا أخي وأنا في الزحمة سبحان الله لعل خير التأخير هذا، سبحان الله الحمد لله. إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ دخل إنسان إلى بيته بين أولاده وجلس معهم وبدأ يذكرهم بالله سبحانه وتعالى على الطعام. نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا جميعا عليه الصلاة والسلام. الآن صار بعض أبناء المسلمين بدون هوية، بل ربما كبار بدون هوية، لأنهم لم يجدوا لهم قائد. الله أعطانا القائد، الله أعطانا القدوة في كتابه. احنا نقرأ القرآن، ليش نروح بعيد؟ ليش أولادنا يبحثون عن قدوة لهم في الغرب؟ يبحثون عن قدوة لهم أناس لا يركعون ولا يسجدون لله عز وجل، إنهم كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ عندك من القدوة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واللي اختار لك هذا القدوة هو الله سبحانه، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه، الذي يعلم فيك. اللي اختار لك القدوة هو الله عز وجل. اختار لك من؟ اختار لك محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن سعدي قدوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي كل كما كان يأكل، يا أخي ابتسم، أنت مؤمن موحد، أنت تحب الله تحب محمد صلى الله عليه وسلم. عامل الناس كما كان يعاملهم محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله قدوة لك. لا تجعل فلان، اجعل محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل مع أهله في البيت؟ كيف كان يتعامل مع جيرانه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتعامل مع الكبير ويتعامل مع الصغير صلى الله عليه وسلم؟ أنا بأختم، لكن ذكرت محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرفع رأسه، والذي يمشي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي رعشة يكون مؤدب، لأنه يمشي في المكان الذي فيه مشى محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وطرقوا الباب: يا أماه يا أماه، ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ شو يسوي الرسول في البيت؟ فقالت أمكم رضي الله عنها وأرضاها كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. يعني شو يسوي؟ ماذا يفعل؟ كان يرقع الثوب. وماذا يا أمه؟ يحلب الشاة. وماذا يا أمه؟ يرش الحصير صلى الله عليه وآله وسلم. قريب من أهله، قدوة لنا حتى مع أهالينا في البيوت صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت كيف حالنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع أمهاتنا؟ بعض الآباء وإخواني يبكي. لن تجد أيها الشاب، لن تجد إنسان يفرح يوم أن تتفوق عليه مثل أبيك. تتفوق عليه يفرح، سبحان الله. لن تجد مثل الأب، ولو شد عليك ورفع صوته لكن تراك قطعة من قلبه أنت. فيا إخواني لا نجعل قدوة لنا إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الواحد يفرح عندما دخلنا في هذا الجامع المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليه، ونظرنا إلى هذه الحلقات. هل تعلمون يا إخوان، كنت قبل عام في بنغلاديش، على حدود بنغلاديش مع بورما، شباب، وجدنا أناس يسكنون في أكواخ، ليس بعضهم وجدناه لا يجد له ملابس. إخواننا والله يا إخوان وجدناهم، كرمنا 25 طالب أعمارهم من 7 سنوات إلى 17 سنة يحفظون القرآن ويقرؤونه كما يقرؤون الفاتحة. تقول له ما اسمك؟ ما يعرف عربي. تقول اقرأ من قوله تعالى فيقرأ. والله يا إخوان ليس عندهم نور، كهرباء ما في، بعضهم يسكنوا في المساجد، أيتام بعضهم في المساجد. قضية بورما 70 سنة لها، ولكن ما تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وجدنا الأخلاق، حفظ المتون، حفظ القرآن، حفظ سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في بنغلاديش في أحد القرى، شوفوا يا إخواني الآيات، القرآن، تعيش مع كتاب الله عز وجل. دخلت عند طالبات 1200 طالبة، 1200 طالبة يحفظن القرآن في بنغلاديش، ويحفظن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمار من 6 سنوات وطالع. قاعة مليانة لا ترى إلا الحجاب الكامل الأسود. فقال لي أحد المشايخ لأحد الطالبات قولي لنا حديث بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت تلك الطالبة الصغيرة ثم قالت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، ثم بالإنجليزي، ثم بالأردو، ثم بالبنغالي. قال تعال بنوريك بقرة. والله يعني الآن الشاهد، قصدي الشاهد هذه البقرة. قلت أعرف البقرة، يعني أنا أعرف البقرة. قال لا بوريك بقرة. شفنا بقرة كبيرة، والحظيرة مليانة من البقر الصغار، ويحلبون منها ويأكلون منها. قلت وش الخبر؟ قال أتى إلينا، شوفوا أنا قصدي الآن الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أتى إلينا من 10 سنوات رجل من الكويت، وزار المركز هذا، الدار هذه النسائية، مدرسة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، يقول فتبرع لنا ببقرة، هذه البقرة العجوز، وسافر من 10 سنوات. شوف كيف البقر كيف خلفت. تعامل مع من؟ سبحانه. طولت عليكم، بختم بقصة في بنغلاديش. رجعنا مشاوير طريق، ولكن عندما تجد لذة أنك تخدم إخوانك المسلمين، والله يذهب التعب ويذهب كل شيء. تجد السعادة عندما تجد في كل مكان كتاب الله يقرأ وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيتام والناس يحبون الله ويحبون المسلمين. قالوا للإخوان فيه مسجد قد عمرت هذا المسجد امرأة من السعودية، وأنتم من السعودية، من كم؟ من 17 سنة، لكن ما ندري من هي. قلت يا أخواني السعودية ترى ما هو بالبطحة، السعودية كبيرة. قالوا فرحنا المسجد ل17 سنة. والله يا أخواني لقينا في أيتام يسكنون، وحلق تحفيظ قرآن، ومدرسين، وبير، وناس تشرب منه، لكن يحتاج إلى ترميم. وقرأت اسم المرأة، وعرفت سبحان الله، لن أذكرها طبعا، يعني عرفت الاسم العائلة. صورت فيديو مع الإخوان، وعدنا إلى بلاد الحرمين حفظها الله وبلاد المسلمين. والله يا إخواني بدأت أبحث عن هذه العائلة، دلوني على مكان، قالوا في هذا المكان عمارة عندهم كبيرة تجارية موجودة. فذهبت وأنا ألف 2 ساعة ما وجدت شيء. قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لعلي أبحث في وقت آخر. والله يا إخوان وأنا برجع البيت وعند الإشارة
رفعت رأسي من الله عز وجل، رفعت رأسي عمارة مكتوب عليها اسم العائلة. تقدير العزيز الحكيم سبحانه. ذهبت للعمارة سألت هذه عمارتهم؟ قالوا نعم في الدور الثاني كلها له، كلها زادها الله من فضله جميع المسلمين ما شاء الله. فدخلت على المدير استأذنت، فقال وش الموضوع؟ يقول المدير المكتب. قلت في مسجد أم فلان، وكتبت ورقة وعطيته إياه. قال طلع وسلم علي ودخلت وياه في المكتب. يا إخوان قال أمي بنت مسجد عن طريق أحد الإخوة بنغلاديش لكن ما ندري وين. قلت لحظة خذ الجوال، وطالع الجوال ويبدأ يبكي. يا إخواني تعجبت يبكي. فقال جزاك الله خير، كنا نبحث عن مسجد، أمي متوفية من شهر، من اللي طلعني هنا أروح هناك لذاك المسجد. تعامل مع الكريم يا أخي، ما يضيعك يا أخي. كن دائم قريب من الله، ولا يهمك مهما كان فقير، مهما كان. الدنيا رايحة زايلة والله، تزولها الدنيا، لكن عنده جنات ونهر هناك عند الله عز وجل. لا هذا تاجر ليش عنده فلوس وأنا ما عندي وأنا كذا. لا تتسخط على قضاء الله سبحانه، لا إله إلا هو. والله يا إخوان الرجل هذا تواصل مع الإخوان في بنغلاديش هنا في مقبرة العود قديما. كنا في جنازة شاب عمره 20 سنة، كان أبوه يبكي بين الناس، يبكي وهو من حقه يعني. بكى محمد صلى الله عليه وسلم على فقدان ابنه إبراهيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان الأب يبكي كبير ويبكي. والله يا أخوان بعدما دفن الولد عمره 20 سنة وبدأوا الناس يرشون على القبر ماء، فجأة الأب ينطلق على القبر ويبدأ يصيح ويضرب، يقول ليش يا ربي خذيت ولدي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي مصيبة، هذا السيارة، أي مشكلة، دائما إنا لله. طيب وش لي؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم لا ينفك هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، واغفر لنا مولانا في جميع الأمور. اللهم قر أعيننا يا حي يا قيوم بصلاح أولادنا وصلاح زوجاتنا وصلاح بنياتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل يا مولانا من خذل المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحدود يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك في هذه الساعة أن تعجل يا حي يا قيوم بنصر لإخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك بأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك في هذه الساعة أن تعيد اليمن سعيدة كما كانت سعيدة. اللهم ول عليها خيارها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد.